أتواجد إلى جانبي الكابتن سامي الجابر مدير إدارة كرة القدم بنادي الهلال. بداية نتحدث عن عمل جبار بالتأكيد قمتم به بعد مباراة النصر لإخراج اللاعبين من النفسيات السيئة نوعا ما بعد الهزيمة. أكون صريح معك، ما عملنا عمل جبار بقدر من اللاعبين عارفين أن مباراة يوم سيء، حصل أداء ما كان مرضي تقريبا معظم اللاعبين لما يكون الكل. العمل لما تعمل مع فريق أو مع لاعبين عندهم فكر رياضي كبير سهل أنك أنت يعني ممكن ترجعهم إلى حالتهم الطبيعية، لكن الجهاز الفني والجهاز الإداري كانوا متواجدين، اللاعبين هم اللي يسعدونا في 14 جولة، يجب أن احنا ما نقصوا عليهم وما نعطي الأمور أكبر من حجمها، لكنها في خسارة مؤلمة مع في ديربي 3 نقاط. الآن جاتنا فرصة مرة ثانية، عادل الشباب البارح نوسع الفارق إلى 6 نقاط في أرضنا وبين جماهيرنا. الجماهير أيضا يعني تبغى من يصالحها، وهذا شيء حق مشروع لأنها تتعب وتحضر يعني نفس الشعور اللي احنا نشعر فيه إن لم يكن أكثر. وإن شاء الله بإذن الله أن اليوم فرصة للشباب ككلهم، احنا يعني نادي الهلال كشباب نادي الهلال أو لاعبين نادي الهلال، نحن صراحة يعني نسير على الخطة اللي كنا ماشيين عليها أول في 13 جولة أو 14 جولة. تعثر نادي الشباب أمام الفتح يعطيكم بالفعل أريحية نفسية في هذه المباراة على الأقل تخفيف الضغط النفسي؟ لا، احنا نلعب أمام خصم اسمه نادي الأهلي، نادي كبير مو بسيط، على اساس ان احنا نقول ننزل ناخذ 3 نقاط، وعنده حق نفس الحق المشروع اللي عندنا عند نادي الاهلي، بحيث انه يحسن مركزه ويبحث عن صداره افضل الى دخول مراكز افضل وقدم مباريات افضل. لكن احنا بين ارضنا وبين جماهيرنا يجب انه ناخذ 3 نقاط باسلوبنا اللي كنا نلعب فيه في ال 14 جوله السابقه، مو باسلوب مباراه فقط النصر لانه اعتبرناها عارض. نتمنى ان احنا نكون محقين في انه هذه كانت مجرد كبوه ونحن نرجع ان شاء الله الى وضعنا الطبيعي. خالد عزيز كان بعيد كليا عن التشكيله الاساسيه في هذا الموسم، نشاهده يدخل هذا اللقاء اساسي في المحور لوحده بعيد عن عبد اللطيف الغنام. عبد اللطيف الغنام خارج التشكيل، دولي خبره، محبوب لدى الجماهير، ادى مباراه امام الانتر تقريبا 75 دقيقه من افضل ما يمكن. اعتقد بخبرته اليوم قادر، عنصر مهم جدا، اذا اتمنى له التوفيق لانه مركزه حساس سيعطي توازن كبير للفريق، واتمنى ان شاء الله له التوفيق. غياب ماجد المرشدي المباراه الماضيه بدون اصابه بدون ايقاف يعود في هذه المباراه، لم يتم الاجتماع مع المدرب حول هذا الغياب؟ كغياب رادوي حتى لو كان ايقاف فنعتبره اصابه او ابعاد فني، اي واحد ابتعد عن نادي الهلال لاسباب فنيه او اصابه او ايقاف او اي ظرف مهما كان، في البديل جاهز، وهذه سياستنا من من سلبيات الموسم اللي فات ان احنا نعدل فيها. واعتقد انه في مباريات كثيره غاب ياسر وغاب تياجو وغاب الشلهوب، والهلال هو الهلال باقي. نتمنى ان اليوم نثبت ايضا هذا الشيء ونواصل على ما احنا عليه ان شاء الله. شكرا لك كابتن. شكرا للكابتن سامي الجابر مدير اداره كره القدم